هنحكي عن شخصية مهمة بتظهر في شهر رمضان، هي المسحراتي. مسحراتي عامل زي الفنان اللي بيظهر على المسرح 30 يوم. أبطاله الطبلة والعصاية. مهنة شعبية موجودة من زمان ومحبوبة وخصوصا عند الأطفال. كان كل طفل بيمسك الفانوس بتاعه وبيمشي وراه. أول ما بدأت تظهر شخصية المسحراتي كانت في عهد الرسول. الناس كانوا بيعرفوا أذان السحور بصوت المؤذن بلال ابن رباح، والامتناع عن الطعام بصوت المؤذن عبد الله ابن أم مكتوم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلال يؤذن بالليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن عبد الله. مع اتساع الدولة الإسلامية ابتكرت وسائل السحور بأشكال مختلفة. بداية ظهور المسحرات في مصر كان في عصر الدولة العباسية، وخصوصا في عهد الخليفة المنتصر بالله. والي مصر أيامها عتبة ابن إسحاق شاف إن الناس ما بينتبهوش على وقت السحور، نزل هو بنفسه يطوف في شوارع القاهرة بالليل من مدينة العسكر حتى مسجد عمرو بن العاص. تحديدا كان سنة 238 هجريا، ينادي بالناس: يا عباد الله تصحروا فإن السحور فيه بركة. مع مرور الأيام خصص رجل يقوم بهذه المهمة وسموه المسحراتي. كان في إيده طبلة وعصاية. الطبلة بقى كان ليها أشكال مختلفة. بداية ظهورها كان حجمها صغير، ثم تطورت لطبلة أكبر، ثم بعد كده طبلة بلدي وسجاط. ومن أشهر أغاني المسحراتي جملة: اصحى يا نايم وحد الدائم، الشهر صائم والفجر قائم، رمضان كريم. بتمنى ينال إعجابكم وتشتركوا في قناتي، وإلى اللقاء في حكاية جديدة من حكاياتي.